لكن اذا عرف اهمية التولز دي في البداية هيستثمر اكتر في جزء التكنولوجيا. اغلب شركات البروكر خصوصا الستارت اب بيتجهوا في البدايه ان هم يستثمروا فلوسهم اكتر في الكامبين، وبيبعد اكتر عن التكنولوجيا. يعني ما بيفكرش مثلا في البدايه ان هو يجيب CRM، ما يفكرش ان هو يعمل ويب سايت، ما يفكرش ان هو يجيب برنامج محاسبي. لكن اذا عرف اهميه التولز دي في البدايه وانها هتساعده في اداره البادجت بشكل صحيح هيستثمر اكتر في جزء التكنولوجيا، وبالتالي هيقدر يدير البادجت بتاعه على الاقل لمده 6 شهور قدام بشكل قوي جدا. جزء الكامبين جزء مهم جدا، لكن الجزء التكنولوجي بقى جزء قائم في كل الشركات اللي عايزه تكبر. فلو ابتديت ان انا اعمل كامبين ومثلا ما عنديش CRM مش هقدر ادير التيم بتاعي بشكل قوي، ولو عملت كامبين وانا ما عنديش برنامج محاسبي مش هقدر ادير البادجت بتاعي والمصروفات بتاعتي، واقدر اعرف ROI الخاص بالكامبين، انا صرفت كام على الكامبينز والكامبينز جابت لي عائد كام. فمن خلال البرنامج المحاسبي اقدر ان انا اطلع تقرير مفصل بكل المصروفات اللي انا صرفتها في الكامبينز وايه العائد عليها. فانا بنصح اي شركه تسويق عقاري خصوصا في البدايه ان هي تستثمر في الجانب التكنولوجي بجانب الكامبينز.